الحمد لله. جالي سؤال شخصي بيسأل ايه الفرق بين الرب والاله. جميل جدا السؤال وعجبني فعلا. يعني الرب هو الذي خلق من عدم على غير مثال سابق. الرب هو الرازق، هو اللي بيحيي، هو اللي بيميت، هو اللي يبعثك يوم القيامة، هو اللي هيحاسبك، يدخلك الجنة يدخلك النار. بمعنى ان اي حاجة من فوق لتحت من الله عز وجل يلينا هي دي ربوبية، دي صفات الرب. هو اللي بيحيي، بيرزق، بيهديك، بيصلح لك احوالك، بيرزقك بالاولاد، يرزقك بالذرية، يصلح كل شيء في الدنيا انت عايزه بتطلبه من الرب. فدي كلها ربوبية. اي افعال من الله عز وجل لينا دي ربوبية. انما الاله مختلف كليا. اله اللي انا بعبده، العبادات نفسها دي الوهية. فكل شيء من تحت لفوق مني انا الى الله عز وجل دي الوهية. انا بعبد الله عز وجل. مشركين مكة كانت تقول لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. عارفين ان الله عز وجل اللي خلق. طب بتعبدوا الاصنام ليه؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بنتقرب بهم الى الله عز وجل. فهم الرب بتاعهم هو الله زينا بالظبط، لكن مشكلتهم في الالوهيه. الههم الصنم، الههم الوثن، الههم اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني فالفكره الان ربنا كلنا في العالم الله عز وجل، لكن الناس بتعبد بقر وشجر وحجر وقمر، وكل واحد بيعبد حاجه، واللي بيعبد واحد صاحبه، واللي بيعبد اي حاجه، واللي بيعبد المال، واللي بيعبد نفسه، واللي بيعبد هواه. فرأيت من اتخذ الهه هواه. سبحان الله، دي الالوهيه. فالالوهيه مختلفه تماما عن الربوبيه. فالرب هو اللي خلقك ويرزقك وبيحييك ويميتك وهيبعثك ويحاسبك، لكن الاله اللي انت بتعبده. لذلك سيدنا عيسى بن مريم قال في القرآن الكريم، قال لقومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لأنه هو الرب اللي بيخلق، اللي بيرزق، اللي بيحيي وبيميت، بيعمل كل ده. فهو الوحيد الذي يستحق العبادة. ما ينفعش أصرف العبادة لحد غيره، وهو ده الصراط المستقيم. لذلك الإسلام عندنا لما جه ما جاش بلا لا رب إلا الله، جه بلا إله إلا الله. فالآن اللي معتقد إن هو مؤمن عشان مؤمن إن الله عز وجل هو اللي خلقه وبيرزقه وكذا، ده إيمان لا يدخل الجنة. اللي يدخلك الجنة لا إله إلا الله، تعلمها وتعمل بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. علم من الآية دي أن العلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فالعلم أولا ثم العمل بعد كده. مهم جدا كل واحد فينا يعرف إيه هي العلم الشرعي، يعرف يعني إيه لا إله إلا الله ثم يعمل بها. من غير علم مش هتعرف تعمل. والله المستعان وجزاكم الله خير.